انتقامك انت بقى، يعني ده حقك اللي دلوقتي انت الموقف هو اللي بيحتم عليكي رد الفعل. يعني لو حد انا وهو اتغيرنا مع بعض، حاسين ان احنا مش مبسوطين، حاسين ان اي حاجه، اوكي هننفصل بسلام. لكن لو حد زي ما هو بيقول، هو كان في الاول بيقول لك التسامح وعبد الحليم قوي، بعدين لو يعني لو دخل قال لك هكسر الكافيه عليهم يا حبيبتي اتجوز عليها معلش، او بص خانها انتوا بس او اي دلوقتي فتقول له خلاص انتوا كده بتدخلوا المواضيع في بعض. انت بتقولي وانا بتكلم على التسامح، انا كنت بتكلم على التسامح في حته معينه. انت لما بتقولي اللي هي ايه بقى، اللي احنا كنا مع بعض ومش كويسين مع بعض، علاقتنا باظت. انا ما عنديش مشكله، علاقتنا باظت. هل ده همشي بسلام حتى لو انت اللي اخترتي انك تمشي، انت قررتي ما عنديش مشكله، يعني هي قررت انها تمشي، انا مش عايز اكمل وانا شايف ان انا لسه عايز اكمل، هل المفروض ان انا راضيها؟ لا طبعا، ما خلاص مع 60 سلامه. لكن انا بتكلم على فكره لا سلامه، لا في 60 سلامه هي بس بنقولها بشكل اشيك. لكن انا دلوقتي معلش في موقف زي ده وعايز انا اخش اسامح، يعني انا هل في حد عاقل والله العظيم انت الموقف لما اتعكس ليك انت ما سامحتش؟ لا خالص دخلت كسرت ودغدغت. ليه؟ مش عايزاه يتكسر ليه؟ عشان الموقف ايه؟ ما احنا بنتكلم في نفس الموقف. يعني انت مش عايزاها تكتشف حاجه تخصها، انت قلتي فهي ما تاخدش حقها. تاخد حقها ازاي؟ من ايه؟ من موقف ايه؟ هي لو في موقف زي ده عرفت ان هو اتجوز عليها، عرفت ان هي زوجه ثانيه، تعمل اللي هي عايزاه، تعمل. وكل راجل بقى ورد فعله، بس ده اللي احنا بنتكلم فيه، وكل راجل ورد فعله. يعني لو واحده تقدر وكل ست ورد فعلها طبعا بس هل لو في واحده تقدر تعمل كده مع راجل وفي راجل يقبل ده، هو حر. يقبل في ايه؟ هو اصلا يقبل انه يتعمل، لا يقبل انه يتعمل فيه. يعني قالت لك هو قذر، يقبل انه يتعمل فيه. هو فاكر راجل ممكن اسالك سؤال؟ ربنا يعني يا رب يبارك في اعمار اهالينا او يرحمهم لو كانوا ميتين. هل انت ممكن تسمحي لنفسك في يوم من الايام تتفرجي على مامتك وهي بتزعل باباكي؟ لو بابا غلطان هو ما كانوش بيتخانقوا قدامي. ردي ما تقوليش لو. لا مش قدامي. مش قدامك؟ مش قدامي يعني مش قدامي، ما يتخانقوش قدامي. يعني انت معلش لما تخشي، يعني انت لما تخشي هتلاقي في مشكله مع اللي انت بتحبيه؟ لا مش قدام ولادهم. معلش يا جماعه اطلعوا بره والنبي عشان انا عايز اهزق بابا. ثانيه واحده، مش قدام ولادهم. لا ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها هزق بابا، بس ما فيش مش قدام الولاد. بابا لا قدام الولاد لا مالهاش دعوه، بس قدام الكافيه لا نتفرج عليه ام تلاقيها حلو قوي. طب مامتك دي مش بالنسبه لك ريفرنس وشايفه ان هي ست عظيمه جدا ان هي عمرها، وباباكي كنت شايفه ان عمره مثلا ما جه مثلا زق مامتك ولا زعق لها ولا؟ ما يا كل واحد ليه رد فعل مختلف. احنا يا جماعه عمالين نقيس اكيد رد فعل مامتها ازاي رد فعلها، ليه؟ رد فعلي ليه؟ عشان كل واحد ليه رد فعل معين. ممكن اسال حاجه؟ مش كلنا احنا بنتكلم على اي هل في مثل بالنسبه لك احسن من مامتك وباباكي؟ حبيبي احنا بنتكلم على اي مشكله. اذا كنت انا بفضل اقول بنتكلم على اي مشكله، بنتكلم على اي مشكله، اي مشكله بتحصل ما بين الراجل والست. لا اي مشكله عادي ممكن تتحل باي طريقه، لكن بنتكلم على الحاجات الكبيره. خلاص ما انتوا عشان كده انتوا طلعتوني من الحاجات الصغيره للحاجات الكبيره. انتوا نقلتوني فجاه لفكره ان انا اخش الاقيها في كافيه. لا لو دخلت لقيتها في كافيه هكسحها هي وهو. طيب انا بتكلم بمصلحه اهو. ليه انا ما كسحوش؟ ما انا قلتلكيش لا. طيب خلاص احنا ده نفس الكود. هي بتاخد حقها بطريقتها. لا انتوا ما قلتوليش كده. انتوا لو بتتكلموا في البوينت دي كل واحد اللي ربنا يقدره على حاجه يعملها بالظبط، بس اللي يعرف يوقفني. بس انا بتكلم على نقطه، يعني انت لو ما كسحتاش وكسرت الكافيه هتروح تنام؟ هتعرف تنام؟ لا طبعا. هتعرف تخرج من الكافيه اصلا؟ مستحيل. لازم تاخد حقك. لا واقول لك على حاجه، مش في خيانه بس، ممكن في اقل من كده كمان يفرج عليها الناس عادي. احنا هنسيب الموضوع ده على فكره للناس في الكومنتات بقى، عشان احنا يعني يقولوا لنا هل ينفع تعدي موضوع ان هي اتخانت او جوزها اتجوز عليها او اكتشفت ان هي زوجه ثانيه، المفروض تقول له الله يسامحك او ما يبقاش ليها رد فعل انتقام؟ لو اي ست مش هتنتقم ربنا يسعدك. معرفش دي بتعديها ازاي.